بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. النهاردة هنعمل وصفة جميلة قوي، المخلل بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل الليفت، بس قبل ما نبدأ لازم ما ننساش نحط لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. النهارده هنعمل المخلل الليفت بطريقة جميلة وسهلة قوي وبسيطة، وهيطلع معاكي حلو قوي. انا جبت الليفت وغسلته ونضفته كويس قوي، زي ما انت شايفة، وشلت القمع اللي فيه واي زوايد فيه. بس انا سايبه حبه عصب كده من تحت عشان انا بحب ان هي احطها في المخلل. زي ما انت شايفه الليفت هقطعه دلوقتي بالقطاعه بتاعتنا عشان خاطر تديني شكل التضليعه الجميله اللي بتبقى موجوده في المخلل. شرايح على حسب ما انت تحبي ان انت تعمليها. شايفه شكلها، شكل التضليعه ازاي، عامل ازاي، فعلا قد ايه هي جميله وحلوه قوي. انا هقطعها بالقطاعه، ما حبيتش ان انا اقطعها بالسكين عشان خاطر التضليعه اللي في القطاعه تبقى اخده شكل المخلل من جميع الاتجاهات. بتدي منظر جميل قوي للمخلل، فعلا بيبقى شكله جميل قوي. وبيبقى والشرايح انا ما بحبهاش تبقى تخينه قوي، بحب ان هي تبقى رفيعه وبتبقى مقرمشه معايا وبتبقى جامده وما بتتهريش خالص ولا بتبقى فيها اي حاجه. اهم حاجه طريقه المخلل اللي انت هتعمليها بيها، وازاي الليفت يستوي معاكي من غير ما يعمل اي حاجه ريم او اي حاجه وحشه. زي ما انت شايفه، نقطع الليفت كله بالطريقه دي والكميه دي. انا بوريكي قد ايه يعني. بحاول ان انا اشكل شكل المخلل برضو، لو في حاجه زايده شكلها مش حلو بشيلها بستبعدها، وبعمل شكل المخلل زي ما انت شايفه. فعلا. اهم حاجه التقطيع دي على حسب ما انت تحبي، ممكن تقطعيه بالسكينه عادي، بس على اساس ان هي حاجه تبقى شكلها جميل في نفس الوقت. وشايفه الصابع قد ايه رفيع بوريهولك. دي بقى انا ما بحبش ارميها، انا بحبها جدا. العصبه دي بحب احطها في المخلل، بتبقى جميله قوي وطعمها بيبقى جميل. زي ما انت شايفه كده. براحتك على حسب، انت لو بتحبهاش ممكن ما تحطهاش في المخلل، لكن انا بفضلها وبحبها وبحب ان انا احطها في المخلل. دلوقتي انا لازم اهم حاجه تقطيعة المخلل زي ما انت تحبي تقطعيها، رفيعة او تخينة زي ما انت عايزة. انا هكمل كمية المخلل تقطيع بنفس الطريقة اللي انا عايزاها وارجع لك تاني. انا كده كملت كمية اللفت كله اللي معايا. زي ما انت شايفة، اهم حاجة عشان خاطر اللفت يطلع معاكي كويس انك انت تغسليه كويس قوي، تغسليه مرة واتنين وتلاتة لغاية لما يطلع معاكي كويس. انا غسلت المخلل زي ما انت شايفاه. لازم يطلع الرغوه اللي هي فيه، اللي موجوده فيه. ركزي معايا في الحته دي وازاي انا بعمل المخلل. لو ملاحظه انا ما جهزتش اي محلول حطيت فيه المخلل او اي حاجه. انا حطيت اللفت في بطرمان فاضي، البطرمان ما فيهوش اي حاجه، مغسول ومتعقم بميه ميه دافيه وخل. وزي ما انت شايفه انا بحط اللفت اهوت في البطرمان. فعلا طريقه سهله وبسيطه، وهيطلع معاكي ازاي كويس، وازاي ان هو يقعد مده طويله من غير ما يتهري او اي حاجه، ويفضل مقرمش فعلا لاخر واحده. شكل المخلل هيبقى معاكي جميل قوي، وطعمه بقى حاجه روعه. زي ما انت شايفه انا بكبس اللفت كويس قوي في البطرمان، واحطه واهز البطرمان كويس، وزي ما انت شايفه اهوت بنزله بايديا وادوس عليه عشان خاطر ما تقوليش ان كميه المخلل دي اللفت دي هتبقى كتيره قوي على البطرمان. استني، احنا لسه هنحط عليه حاجات تاني وهوريلك قد ايه البطرمان مليان، وقد ايه يعني هو بعد كده هيبقى قليل جدا في البطرمان وشكله هيبقى عامل ازاي. اهم حاجه في اللفت طبعا البنجر. انا جايبه بنجرايه كبيره هي حلوه. لازم اقشرها، انا غسلها كويس قوي بس لازم ان انا اقشرها، بستبعد القشر اللي موجود عليها من بره ده. البنجر جميل قوي وليه قيمة غذائية عالية وفيه نسبة حديد عالية جدا. ممكن تستخدميه في حاجات تانية، في إضافات تانية. تعملي بيه عصير الفراولة، يعني تحطيه في السلطة. فعلا مفيد جدا للي عندهم أنيميا. شايفة ايدي عملت ازاي، احمرت قوي من البنجر عشان انا بقشره. فعلا بيدي للمخلل لون جميل قوي، وفي نفس الوقت ما بيأثرش على طعم المخلل خالص، يعني مش بيغير من طعمه أو اي حاجة. زي ما قلت لك ممكن تعمليه تسلقيه وتعصريه وتعمليه كعصير للاولاد، هيبقى مفيد جدا للانيميا وكده يعني. انا بحط البنجر من فوق اللفت زي ما انت شايفه. فعلا البطرمان مليان لغايه الاخر، ما فيهوش اي مساحه او اي حاجه. انا جايبه قرنين فلفل بس حراقين كده عشان احطهم على اللفت من فوق. وكل ده هينزل والطعم هيدخل جوه بعضه، وهتحسي قد ايه فعلا. انت شايفه ان الكميه كبيره قوي والمكان ازاي، طب هتزودي الميه ازاي؟ لا يعني اصبري بس كده. وبدوس عليها اهوت عشان خاطر بس اعرف اضيف له الملح بس، وخلاص كده. زي ما انت شايفه اللفت هيطلع معاكي كويس قوي وهيطلع جميل، وما تقلقيش من الطريقه دي.
بالعكس افضل طريقه ان هي تطلع معاك اللفت جميل قوي. انا حطيت الملح دلوقتي، كميه الملح المناسبه اللي هي تناسب اللفت، وبعد كده انا يعني اتذوق اللفت اشوفه محتاج الملح تاني ولا لا. الطريقه دي هتخلي اللفت معايا ينزل اي ميه فيه. هي يعني حطيت دلوقتي معلقه شطه حراقه، وهغطي البطرمان وكده خلاص. هخليه لمده يوم، يعني مثلا انا عملته من بالليل هسيبه لغايه الصبح، وارجع لك تاني اقول لك احنا هنعمل فيه ايه. او مثلا عملته الصبح هسيبه لغايه بالليل، يعني 12 ساعه بالظبط. زي ما انت شايفه انا هغطيه كويس وارجع لك بعد 12 ساعه واقول لك شكله ازاي وعامل ازاي. خلاص كده هبقى ارجع لك واقول لك شكله عامل ازاي. انا بهزه شويه عشان خاطر الملح ينزل فيه، بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك وصفاتنا الجديده. هرجع لك تاني بعد بقول لك 12 ساعه. شايفه بقى كميه اللفت وصلت ازاي، شايفه البطرمان كان مليان ازاي وانا كنت بضغط عليه، شايفه الميه اللي نزلت، شايفه اللون الاحمر، شايفه البنجر اهوت قاعد من فوق والفلفل. شايفه الميه اللي فيه، الميه دي كانت جوه اللفت. انا بزوده ميه دلوقتي حاجه بسيطه على حسب المخلل محتاج قد ايه. ممكن ان انا ازود البطرمان. على فكره اللفت هيشرب ميه تاني وهيرجع تاني ينفش، بس مش هيبقى كميه اللفت اللي كانت موجوده الكبيره قوي دي في البطرمان. الكميه مناسبه قوي للبطرمان اللي انا كنت حطاه فيه. انا دلوقتي هقلبه كويس قوي وهظبط الملح واشوفه واسيبه لك بعد يومين بالظبط. بتاكلي من المخلل بيبقى استوى وبيبقى جميل جدا، يعني ما اقولكيش على قد ايه هو حلو وقد ايه لونه فعلا بيبقى جميل. اصبري عليه بس يومين بالظبط وتاكلي احسن واجمل مخلل لفت ممكن تاكليه. اعمليه بالطريقه دي. انا لقيته محتاج حبه ملح صغيره فحطيتها له عشان خاطر اظبط الملح معايا عشان ما يتهريش مني او اي حاجه. زي ما قلت لك لما احنا نزلنا الميه اللي فيه اديت فرصه للمخلل ان هو يشرب ميه لفت ويقعد يحتفظ يعني قد ايه هو مقرمش وما يتهريش مني خالص. هو ده كده. انا هرجع لك بعد يومين بالظبط وهقول لك المخلل ازاي واوريهولك. شايفه لون المخلل بعد يومين بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله، لونه عظمه. المخلل استوى حلو قوي ومقرمش معايا هوريهولك. لون البنجر عامل شغل قوي في المخلل. المخلل جميل افضل من انك انت تشتريه من بره. ما خدش معايا حاجه خالص، يعني انت بتعمليه في ثواني وبتقطعيه وبتحتفظي بيه. هي 12 ساعه وبعد يومين بتاكلي مخلل جميل جدا ونضيف وانت عاملاه بايديكي. ولون والميه بتاعت اللفت دي جميله قوي ومفيده ومغذيه عشان خاطر البنجر اللي فيها زي ما قلت لك بيدي حديد وكده. شايفه المخلل شكله ازاي، شايفه التضليعه واضحه ازاي. يعني مش محتاجه اي حاجه غير حاجه واحده بس بسيطه قوي انك انت تعمليها على المخلل ده قبل ما تاكليه، وهي عصره ليمونه. زي ما انت شايفه تعصري عليه ليمونه واشربي بقى الميه دي واستمتعي بقى بالجمال والحلاوه. حاجه تفتح النفس، مقرمش قوي وفعلا جميل. واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.